بحب جدا البرنامج بتاع لمياء فهمي والشيخ رمضان عبد الرازق. بحب اتفرج على البرنامج دوت كل يوم، انا وماما. برنامج بصراحة بيفيد جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة يا رب. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتش في القناة يلا اشتركي وما تنسيش اللايك والشير. وزي ما شفتوا كده ان انا حضرت لبسي ولبست ونزلت رايحة عند اختي افطر عندها. النهاردة يا جماعة انا مش هفطر في البيت، انا هفطر مع اخواتي. اختي كبيرة عزمانة وانا واخواتي رايحين يعني وكده. بس عايزة اقول لكم بقى ان انا زعلانة جدا لان ماما مش معانا، واول مرة ما تفطرش معانا لما نكون معزومين برا. هنا بقى خلاص وصلت عند اختي، وكنت طبعا بوريكم ان انا جبت لها طبق حلويات. عايزه اقول لكم ان مايا بنتي وريتال هم اللي راحوا جابوا لي، اني كنت تعبانه جدا مش قادره ان انا انزل اجيب حاجه. المهم بقى اول ما رحت داخله على المطبخ على طول عشان اشوفها عامله لنا ايه النهارده. طبعا عامله لنا بط ورز بسمتي، وعامله لنا لحمه بارده، وعامله ممبار، وعامله رقاق بالموتزاريلا، وعامله محشي كرنب، وعامله ورق عنب. المحشي بصراحة قائم معانا طول شهر رمضان. هي زودت كمان معاه الممبار، يعني لازم اي حاجة من مشتقات المحشي يعني. انا بصراحة كنت حابة ان انا اصور لكم حاجات كتير، وكل الوقت هناك. انا دايما لما بروح عند حنان اختي بالذات، يعني هي بتحب تصور معايا فيديو بنقعد نتكلم فيه والكلام ده. بس بصراحة انا كنت تعبانة جدا 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 ومش قادرة ان انا ولا اصور ولا اتكلم اصلا، فالحمد لله. بس عايزة اقول لكم بقى ان انا هنا خلاص روحت البيت، وولادي بقى كملوا عليا. بس تعرفوا والله انا اللي بجيبه لنفسي، انا اللي بعمل كل ده في نفسي. انا وانا راجعه وانا في العربيه بقول لهم تصدقوا ان انا نفسي اكل جلاش بالمحشي كنافه. عايزه اقول لكم مسكوا في الموضوع واعمل لنا، طب يا ولاد بكره، لا اعمل لنا النهارده. عايزه اقول لكم والله انا من تعبي العشاء اذنت ورحت نازله على طول، لان بجد ما كنتش قادره خالص ان انا ان انا اكمل. فبدأنا ان احنا شوية شوية يمشوا يعني. وبس انا طبعا ما قدرتش ان انا اكمل يعني، ومشيت عشان بجد كنت تعبانة جدا، وكان عندي ضغطي كان عالي قوي. فالحمد لله. المهم عايزه اقول لكم ان هم اصروا جدا ان انا اعملها لهم النهارده يعني. لا هتعملها لنا، يعني هتعملها لنا. بس انا كان عندي الكنافه في الفريزر، وكمان عندي الجلاش، وكانت الدنيا تمام يعني. يا دوب بس اول ما دخلت البيت حطيت الشربات على النار، ان انا اعمله كده واجهزه، وبدات ان انا اكسر كده واقطع في الكنافه. المهم بقى تعالوا اقول لكم بقى عملت الشربات او العسل يعني بتاع الجلاش ازاي. حطيت كوبايتين سوري. حطيت كوبايتين سكر على كوبايه، المفروض كوبايه، بس انا زودت كده ربع كوبايه كده من عندي ميه. يعني كوبايه وربع ميه على كوبايتين سكر. وبعدين حطيتهم على النار. واول الميه ما غليت رحت حطيت كده عصرتين ليمون من الليمون المتوحش اللي انتوا شفتوه طبعا، اللي هو اتكتب علينا الفترة دي. تمام. بس وشوية 7 دقايق، ما كملش 10 دقايق وكنت طفيت عليه خلاص يعني. المهم زي ما شفتوا كده الكنافة انا عملتها ازاي. قصقصتها وفردتها كده كويس، قعدت افتح فيها كده، وزي ما انتوا طبعا ما شفتوا. بعدين رحت حطيت معلقتين سمنة في الحلة دي، وبعدين بدأت ان انا انزل بالكنافة عشان عايزة اديها لون ذهبي زي ما انتوا ما شايفين كده. اهم حاجة يا جماعة ان انا افضل اقلب فيها. شايفين اللون بقى ذهبي ازاي؟ فرحت نازلة بقى بمعلقتين من الجوز الهند، وبرضو هقلبها شوية صغيرين لحد بس احس ان هي اخدت لون هي كمان، واروح طافيه على طول.
جوز الهند يا جماعة انا بحطها لما تكون خلاص قربت اطفي عليها. وبعدين حطيت كمان معلقتين من السكر. عايزه تحطوا بقى سكر باودر، عايزين تحطوا سكر عادي بس يكون ناعم مش خشن، يبقى تمام مفيش اي مشكله. المهم بقى خلاص هي نزلت من على النار وكمان بردت تماما، فبدات احط لها بقى مكسرات اللي عندي، اي حاجه عندك، سوداني بقى، زبيب، اللي انت عايزاه حطيه عليها. وناخد نص كوبايه من الشربات اللي احنا عملناه او العسل. تمام. ونضيفه معاه ونقلبه كويس، ونبدا بقى ان احنا نجيب سمنه زي ما انتم ما شايفين كده نسيحها، ونجيب الجلاش. اهم حاجه يا جماعه نغطيه عشان ما ينشفش. بس هجيب بقى البرانشة بتاعتي وهبدا ان انا اعملها يعني عليه. بس الاول طبعا بحضر الصينيه اللي انا هعمل فيها. زي ما انتم شايفين كده دهنتها بالسمنه، وبعدين هبدا بقى ان انا اعمل صوابع الجلاش. بس عايزه اقول لكم بقى يا جماعه، سمنه بلدي يعني الحلويات سمنه بلدي بتفرق 180 درجه. يعني حتى لو مفيش سمنه بلدي فممكن يعني لو قصدي يعني مش عايزين تهدروا في السمنه البلدي، ممكن تحطوا معلقه كده ولا حاجه من السمنه اللي هي العاديه، اللي هي زي كريستال او اي شركه يعني تانية. بس بقى زي ما انتم ما شايفين كده انا فردت الورقه بتاعت الجلاش وتنيت بس الجزء الاول منها، وبدات ان انا بقى ادهنها كلها. لازم ان انا ادهنها كويس جدا. بس بقى هبدا ان انا اخد بمعلقه كده واحط في الطرف بتاع الجلاش والف. انا مش عارفه الجزء دوت اتقطع ليه، انا ما خدتش بالي، ممكن يكون الكاميرا فصلت او حاجه. بس اكيد ان انا هعمل واحده تانية عشان اوريكم انا عملتها ازاي. عايزه اقول لكم والله ولا حد اتصل ولا حاجه، بس مش عارفه ايه اللي خلاها فصلت الكاميرا. المهم بقى هنا في جزء كده هشيله عشان اقدر ان انا ارصها في الصينيه يعني معدول، تبقى عدله يعني، عشان لما اجي اقطعها مره واحده. هنا بقى هبدا ان انا اعمل واحده تانية علشان برضو تشوفوها، علشان المره اللي فاتت الكاميرا زي ما قلت لكم فصلت. هعمل نفس اللي انا عملته تاني. انا بعملها بالعرض، انا عماله الف فيها مش عارفه العرض بتاعها فين من الطول، بس عايزه اقول لكم ان انا اكتشفت في الاخر انها طولها زي عرضها، يعني مفيش اختلاف تماما. بس انا اللي كنت بس مدوخه نفسي شويه. زي ما انتوا شايفين كده ان انا بدهنها كده كويس بالسمنه. تمام. عشان بس تبقى يعني مخدومه كده حلو، تبقى طعمها حلو يعني. عايزه اقول لكم ان انا بحب السمنه جدا في الاكل. في ناس كتير يعني بيقولوا لي اني مش صح يعني، بس انا بحب الحاجه فيها دسامه يعني، بس مش للدرجه الجامده يعني ان انا مثلا ما اقدرش اتحملها، لا يعني بزودها شويه بس مش قوي يعني. عايزه اقول لكم ان انا بحط شويه كده محترمين من الكنافه. هنا حسيت ان الطرف مش مليان قوي، فبدات ان انا احط تاني. هتشوفوني بقى دلوقتي وانا بلفها. عايزه اقول لكم ان هي سهله جدا وبسيطه وطعمها تحفه يا جماعه، بجد اقسم بالله طعمها تحفه. هي بس كانت عايزه مني شويه شربات كده في الكنافه عشان تمسك اكتر، بس عادي يعني كان طعمها برضو حلو وما فرقتش يعني. هنا المفروض ان انا بقص كده من الطرفين، بس انا اكتفيت ان انا اقص من طرف واحد بس. هنا قلت عشان وقت الفيديو قلت هكمل وارجع لكم تاني. بصوا هنا بقى كنت خلصت الكمية بتاعتي كلها زي ما انتم ما شايفين كده، وبدأت ان انا اقطعها قبل ما تدخل الفرن. بس طبعا انا هنا دهنت وشها بالسمنة خلاص. بس بقى زي ما انتم ما شايفين كده كلها قطعتها بسوا واحد، صوابع كده قد بعضها. وبعد كده هدخلها الفرن. هي ما بتاخدش وقت تماما في الفرن يعني، بس عايزه اقول لكم ان هي عندي احمرت شويه من الاحرف اكتر من النص، بس عايزه اقول لكم كان سواها حلو جدا. شايفين سواها ازاي حلو. عايزه اقول لكم ان انا هنا برضو الكاميرا فصلت وانا بسقيها وما جاتش وانا بشربها العسل بتاعها.
ايه رأيكم بقى يا جماعة؟ والله طعمها حلو زي شكلها كده. جربوها وقولوا لي بقى رأيكم كده في الكومنتات. هنا بقى كنت اخر حاجة هعملها ومش هعمل حاجة تانية تماما. هنا بقى كان خلاص وقت السحور. بدأت بقى ان انا ايه ادخل اعمل السحور. عملت بطاطس محمرة وفول وجبنة وزبادي. كمان كان عندي بطاطس مهروسة من اليوم اللي قبلها، بس ايه يعني ما كانوش كتير، بس انا ايه سخنتها برضو وحطيتها ايه مع السحور. واكتشفت يا جماعة ان الخيار خلص والفلفل والكلام ده، بس ايه يعني حاجات بسيطة، يعني لقيت خيارية واحدة بس. كان في كابوتشا برضو اللي موجود، قطعته وعملته. بس الحمد لله. وطبعا ايه زي ما قلت لكم كده الزبادي، اهم حاجة الزبادي. مهم عايزة اوريكم بقى وانا جاية من عند اختي، عجبني الطبق ده جدا جدا واشتريته. عايزة اقول لكم يا جماعة كيوت قوي وقمر كده، بصوا قمر حلو جدا ولونه عجبني وامور جدا بصراحة. عايزة اقول لكم وسعره عبيط قوي، يعني 40 جنيه. بس بصراحة يا جماعة هو كان الوانه كلها تحفة. بس انا حبيت اللون اللي هو الفسفوري ده. عايزه اقول لكم كان في منه الاورنج، وكان في اللي هو اللون الفوشيا، واللون الفسفوري ده الليموني. فانا اخدت ده، حبيته اكتر يعني فاخدته. بس يا جماعه بقى عايزه اقول لكم ان انا كنت مبسوطه جدا 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 النهارده. بحب قوي تجمع اخواتي، ربنا يخليهم لي يا رب وما يحرمنيش منهم ابدا. لان عايزه اقول لكم اقسم بالله لو الدنيا بحالها مفيش حد هيحبكم يا جماعه قد اخواتكم واهلكم. فعلا مفيش حد هيخاف عليكي اكتر من امك وابوك، محدش هيخاف عليكي اكتر من اخواتك، وهيكونوا سند ليكي في كل شيء. بنات ولاد بقى بصوا مش فارقه. والله بجد هم السند وهم كل حاجه. اقسم بالله العظيم انا بحب اخواتي جدا وبحب لمتنا كده مع بعض. ربنا يا رب يحفظهم لي ويخلينا لبعض وما يحرمناش من بعض ابدا، ولا يحرم يا رب اي اخ ولا اخت من اخواتها يعني. عارفين يا جماعة اليوم اللي انتوا تبقوا فيه مع بعض وتحسوا ان اليوم بجد بطبيعته ما فيهوش حقد ولا نفسنا ولا اي حاجة، يوم صافي كده يعني قاعدة صافية كلها حب. هي القعدة مع اهلك. بس انا بس كانت مشكلتي بس ان انا كنت تعبانة وما كنتش قادرة، حتى بقول لكم يا جماعة انا بحب اصور جدا مع اخواتي، بس بجد والله كنت تعبانة وما قدرتش ان انا اكمل وكده. اكتفيت بس من المقتطفات اللي انا عملتها وخلاص، قصدي يعني اللي انا اخدتها. ايه ده انا نسيت اقول لكم ان انا كمان عامله بيض مسلوق. عايزه اقول لكم بقى لازم بيضه تتكسر في كل مره، كل مره يا جماعه بيضه تتكسر. وطبعا انا العبت لله يعني، انا اللي بتدبس فيها يعني الحمد لله. بس عايزه اقول لكم بقى على حاجه، المره دي بقى اول مره مفيش بيضه تفرقع مني. اه والله العظيم ما فيش بيضة النهاردة فرقعت مني الحمد لله. كلت بيضة سليمة متعافية زي البني ادمين. يا جماعة والله انا كنت زمان بفتكر ان ماما بس بتعمل كده، بس بعد كده بقى لما خلفت بقى وكده بقيت ابدي ولادي يعني عرفت ان ماما كانت بتعمل ليه كده ليه يعني. ان فعلا احنا ولادنا بنبديهم عن اي حاجة، ونبقى عايزين نجيب لهم احلى حاجة ونديهم احلى حاجة ونبسطهم وكده، حتى لو بنيجي على نفسنا علشانهم. فربنا يحفظهم لنا يا رب من كل شر. المهم بقى ان شاء الله كده اليومين الجايين هروح ايه افطر عند ماما، بس غالبا يعني اخواتي مش هيبقوا معايا علشان ايه ولادهم عندهم امتحانات. انا طبعا برضو عندنا امتحانات، بس انا كده كده ساكنه جنب ماما فعادي يعني مش فارقه. حتى المدرسه جنب ماما، لو حتى ايه بنت عندها يعني وايه ووديت الولاد المدرسه من هناك. المهم بقى هنا عايزه اقول لكم ان الجبنه خلاص جهزت، وكمان البطاطس المحمره والبيض والبطاطس المهروسه اللي كانت عندي، والسحور جهز كده الحمد لله. وعايزه اقول لكم ان انا خلاص يعني فصلت وجبت اخري، ويومي كده كفايه قوي عليه كده. بس بقى هو ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي، واقول لكم مع السلامه.